مش ممكن. المباراة صامت 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 طول الوقت ده لحد الدقيقة 88، لحد ما جات الغلطة التي لن تغتفر. لن تغتفر، غلطة لن تغتفر. ورجعت المباراة مرة تانية للاستئناف. وليد سليمان مع الكورة يلعب واحدة عالية عند ديفونيه، ولكن بقى بيسيبها لعيبة المصري وهي لخارج أرض الملعب والضربة مرمى. وكأن المخرج ما كانش متوقع الكورة دي، فممكن ما يكونش مركز معاها في إعادتها. لكن الكورة دي هدف دراماتيكي، هدف بالتأكيد ممكن يتقال بين القوسين ان هو هدف مأساوي. ادي الكورة وادي الإعادة، وفوتها كده وسابها عبد الظاهر وحاول، لكنها كانت دخلت وهي في النهاية كانت في المرمى. ده مين اللي جاب الهدف؟ ده اللي جاب الهدف هو إلياسو هو اللي كان لعب الكرة من ورا لقدام، وهدف بالتأكيد قبل ما كان يطلعها عبد الظاهر اللي حاول. لكن كون هو هدف يسأل عنه حارس المرمى مع خط الدفاع، ما تكلموش مع بعض تماما. ترجع الكرة مرة ثانية، انطلاقة بالنسبة لإنبي، سبحان مغير الأحوال.